ما بيخافش من العين ولا بتهمه الشهرة. البلدوزر مجدي عبد الغني نجم الأهلي في التسعينات، مش شاطر بس في الملعب، ده كمان شاطر براه، بزنس مان في العقارات والعربيات والأراضي كمان، ده غير اللي ورثه عن أبوه. عايز تعرف سر نجاحه؟ كمل الفيديو للآخر. الإعلام بالنسبة لمجدي عبد الغني كان حاجة بيحبها مش أكتر، عمره ما حس إنه محتاج يطلع في برامج علشان يكسب شهرة، هو بس بيحب المجال علشان بيستمتع بيه، وقال كده بالحرف: الإعلام بالنسبة ليا هواية مش فلوس، مش محتاج أطلع في برامج، لكن البحر يحب الزيادة، والحمد لله ما بخافش من العين. يعني الشخص ده واثق من نفسه ومبسوط باللي عمله وحققه في حياته، ومش مهتم بكلام الناس أو الحسد اللي حواليه. مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عنده خبرة كبيرة في الملاعب وكمان براها، رغم إن ناس كتير ممكن تفتكر إن ثروته جت كلها من كرة القدم، لكنه بيأكد دايما إن ده مش صح. جزء من اللي عنده جاله من ميراث والده، وجزء تاني من شغله في 3 مجالات مختلفة بعد ما اعتزل الكورة. يعني حياته المهنية بعد الملعب كانت متنوعة ومليانة شغل وحركة. اللي مش كتير يعرفوا عن مجدي عبد الغني أو البلدوزر زي ما بيحب الناس تندهه، إنه خاض تجربة احترافية بره مصر، وتحديدا في البرتغال موسم 88-89 لما اتنقل من الأهلي لنادي بيرامار. هناك كان بيقبض 3000 دولار، وده رقم كبير جدا مقارنة باللي كان بياخده في الأهلي وقتها اللي كان حوالي 250 جنيه. التجربة دي علمته حاجات كتير في الاحتراف، واللي رجع بيها لما رجع لمصر. بعد ما رجع من البرتغال، مجدي لعب مع المريخ البورسعيدي موسم 92-93، وبعد كده في الموسم اللي بعده انضم للمقاولين العرب لحد ما اعتزل اللعب في موسم 94-95. ومع الاعتزال كان لازم يفكر في حياته بعد الملاعب. الموضوع ما كانش سهل، لكنه كان عنده خلفية عن شغل العيلة والميراث، وده ساعده جدا. مجدي عبد الغني مع اخواته رجعوا شغلوا مصنع الطوب اللي كان مملوك لوالدهم، وكان الانتاج هناك كبير، والمصنع ساعده يبني قاعدة مالية بعد الاعتزال. مش بس كده، ده كمان دخل مجال تاني بعيد عن الطوب، وهو تجارة العربيات، وده خلى عنده دخل إضافي وكمان خبرة في البزنس. وبعد كده دخل في مجال المقاولات وفتح لنفسه مجالات جديدة جنب امتلاكه ل3 محطات وقود بنزينة. يعني الشخص ده كان عنده عقلية شغالة، مش سايب نفسه يعتمد على حاجة واحدة. غير ده كله، عبد الغني جمع ثروة من الأراضي اللي كانت ملك لوالده واللي ورثها هو واخواته. خلال حلقة ليه في برنامج حبر سري، قال إن آخر أرض ورثها عن والده كانت موجودة في جزيرة الوراق، وباعها بملايين الجنيهات. يعني الميراث كان ليه دور كبير في تأسيس حياته المالية جنب شغله في البزنس. اللي يميز مجدي كمان إنه مش بيحب يتفاخر بثروته أو أعماله، هو عايش حياته بشكل طبيعي ومرتاح. الإعلام بالنسبة له مجرد وسيلة للتعبير عن نفسه وحبه لكرة القدم، مش مجرد منصة للمال والشهرة. وكلامه عن الحسد بيأكد إنه متصالح مع نفسه مع اللي حققه، ومش مهتم بالكلام اللي ممكن يحاول يقلل منه. مجدي عبد الغني مثال واضح إن الحياة بعد الملاعب ممكن تكون ناجحة لو عندك عقلية شغالة وبتعرف تستثمر وقتك ومجهودك، مش بس بالاعتماد على الشهرة الرياضية، لكن كمان على الاستثمارات الذكية في مجالات مختلفة. حياته وقصة بتوضح للجيل الجديد إن كرة القدم ممكن تكون بداية الطريق مش نهايته، وإن التخطيط للمستقبل والعمل الجاد هما اللي بيضمنوا نجاحك واستقرارك المالي. في النهاية، مجدي عبد الغني مش بس نجم كرة قدم سابق، لكنه كمان رجل أعمال ناجح وعنده خبرة كبيرة في حياته. هوايته في الإعلام وشغفه بالكرة ساعدوه يفضل قريب من المجال اللي بيحبه، وفي نفس الوقت يضمن لنفسه ولعيلته حياة مستقرة ومريحة، وده كله من غير ما يتأثر بالحسد أو كلام الناس، لأنه واثق من نفسه ومن اختياراته، وده سر استمراره ونجاحه بعد الملاعب.